في يوم من الأيام يالو لقى ماكينة قديمة، ومن غير ما يفكر كتير قرر يدهنها باللون الأصفر. لكن الغريب إن خط واحد بس هو اللي اتلون بالأصفر. لما ريد شاف ده جه هو كمان ورسم خط باللون الأحمر. ساعتها الكل بدأ يتساءل يا ترى إيه اللون اللي هيطلع ما بين الأحمر والأصفر؟ في اللحظة دي بلو قال يلا نخلط اللونين سوا. وفعلا ريد ويلو خلطوا اللونين وطلع معاهم اللون البرتقالي. بعد كده جه دور بلو، بدأ يدهن الماكينة باللون الأزرق، لكن اللون اختفى في الحال. وقبل ما نكمل القصة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. جرب في حتة تانية، والمرة دي اللون الأزرق ما اختفاش. بعدين بلو وويلو قرروا يخلطوا اللونين مع بعض، وطلع معاهم اللون الأخضر، واللون ده كمان ما اختفاش. دلوقتي الماكينة بقت فيها 5 ألوان، بس لسه ناقصين لونين كمان. وفجأة ظهر اللون النيلي والبنفسجي. ولما خلصوا الأجزاء اللي كانت ناقصة طلع قدامهم قوس قزح كامل. وفي نفس اللحظة بيربل سحب الرافعة اللي كانت جنبه، فالأرض بدأت تهتز وطلعت 7 مكعبات مكتوب عليهم لما ال7 ألوان يتحدوا هيظهر قوس القزح الحقيقي. فوقفوا ال7 ألوان جنب بعض، ولما بيربل سحب الرافعة تاني قوس قزح ضخم نور السما كلها.